مراجعة سريعة على الفرق بين مربعين بإذن الله تعالى اليوم حتى متوقعون. فهي أنا الحصة اللي فاتت خليناها كلها المقدار الثلاثي بالآلة حاسبة وأمورنا تمام، خلينا قبل 7 طرق، يعني خلينا المنهج شبه كلها تمام. أول شيء ناخذ الفرق بين المربعين. أول شيء يا شباب بدي 4 مين بالتربيع ناقص 25. لما نبي نحلها شو بدي ناخذ الجذر ناخذ الجذر الأربعة وجذر مين تربيع وجذر 25. كم يبقى؟ 2 مين ناقص 5. نديروا نفس القوس هذا بعكس الإشارة، هيبقى كم؟ هيبقى عندي هنا 2 مين زائد 5. هذه بالنسبة للأولى. باقي قلت لك أعطيتك مسألة هنا قلت لك أنا س تربيع ناقص 36. لما تيجي بالطريقة هذه يا شباب هنا تقبل الجذر وهنا تقبل الجذر، معناها شيء معناها يا شباب نعرف ان هذه تاخذ فرق بين المربعين، طبعا الجذر ديما ياخذ قيمة موجبة وقيمة سالبة صح ولا لا؟ معناها جذر س تربيع كم؟ س وجذر 36 6 معناها س ناقص 6 والاخرى نفس س زائد 6. هذه بالنسبة للأولى يا شباب. باهي تمام. بنجي يا شباب اللي بعدها فرضا اعطيتك مسألة قلت لك انا 2 صاد للتربيع ناقص 18. هذه يا شباب لما نجي ندير جذر الصاد للتربيع تعطيني صاد، لكن جذر ال 18 ما تجيش صح ولا لا؟ فليش بندير ناخذ 2 برا عامل مشترك تمام؟ هتبقى صاد للتربيع ناقص 9. تو يا شباب هذه تاخذ الجذر صح ولا لا؟ جذر الصاد للتربيع وجذر التسعة. جذر الصاد للتربيع كم؟ صاد. جذر التسعة كم؟ 3. معناها صاد ناقص 3 وصاد زائد 3 وطلع 2 تمام. شنو يا عمرو؟ لا علاش قلنا جذر التسعة؟ جذر التسعة ضروري تدير، التسعة مش عندها جذر ولا ما عندهاش؟ لا 18 يعني 18 ما عندهاش جذر. في حاجة اسمها جذر 18؟ لا ما فيش، لكن التسعة عندها جذر. 3 ضرب 3 كم؟ 9 تمام. لا تابع معي المسألة هذه مهمة يا شباب، بدي عليك ركز معي. عندي يا شباب هذا مين بالتربيع ناقص 9 نون بالتربيع، كيف نبي نحلها المسألة هذه فرق بين مربعين يا شباب، وفي الامتحان ما يجيب لكش ان هذه فرق بين مربعين، يقول لك شيء يحط لك المسألة يقول لك حل تمام. كيف نعرف فرق بين المربعين؟ أنا أول حاجة عندي العلامة ناقص، العلامة زائد ما فيهاش فرق بين المربعين، هذه أول علامة. العلامة الثانية لما نلقى تربيع تمام ولا لا؟ العلامة الثالثة لما ناخذ الجذر يبقى الأعداد كلهم عندهم جذر. مثلا الميم التربيع عندها جذر، عندها ميم. التسعة عندها جذر 3. النون التربيع عندها جذر نون، معناها ميم ناقص 3 نون وميم زائد 3 نون ونضم على طول. واضح عمر؟ بسيطة. هذا تو نأكد ميم ضرب ميم تربيع، ميم في موجب 3 نون موجب 3 نون ميم، سالب 3 نون في ميم سالب 3 نون ميم، سالب 3 نون في موجب 3 نون سالب 9 نون تربيع، 3 في 3 9 سالب في موجب سالب نون في نون نون تربيع، تعدي سالب 3 نون ميم مع موجب 3 نون ميم تقعد ميم تربيع ناقص 9 نون تربيع. تمام. هذا الحل ردت يا أصلا ولا ما ردتش؟ ردت. لا الحل بتاعي صحيح 100%. تعال ناخذ مثال آخر يا شباب. عندي هنا 4 ألف للتربيع ناقص 9 باء للتربيع، نبي نختارها يا شباب. فنقول لك كيف؟ أول حاجة 4 من عليه مثلا 4 ألف للتربيع صح ولا لا؟ ناقص كم؟ إننا 4 ألف تربيع ناقص 9 باء تربيع ناقص 9 باء تربيع. الأربعة عندها جذر 2، الألف عندها جذر ألف، السالب تنزل، التسعة جذرها كم؟ 3، الباء التربيع جذرها كم؟ 3. روح كلامنا ولا ما روحش؟ خلاص أنا هنقول 2 ألف زائد 3 باء نفس القوة بقى. أنت هذا إشارة سالبة نكررها موجب. ليش؟ لأن الجذر يعطي في قيمتين إنه موجب. بعد ما تقولها موجب سالب عادي براحتك. للتربيع تمام ناقص 9. هذه مسألة يا شباب قال لي حالة زي 2 التربيع ناقص 9. أول حاجة التربيع جاية فوق القوس ولا لا؟ وأنا عندي علامة زائد صح ولا لا؟ شنو يا عمران؟ حاجة زائد 2 وحاجة ناقص 2. خطأ. ليش خطأ؟ ما هي فرق بين مربعين هي حاجة زائد 2.
في قوس تربيع فوق منها ولا لا؟ لا لا مضبوط زائد 2 وحا زائد 2 مرتين. هذه بالنسبة للأولى صح ولا لا؟ لكن عندي هذا لازقة بين التسعة والتسعة عشان تاخذ جذر ولا لا؟ موجب وسالب صح ولا لا؟ فمعناها بتاخذ مرة موجب 3 ومرة سالب 3 صح ولا لا؟ معناها حنقول حا زائد 2 الأولى ديرها زي كذا مثلا باهي، والثانية حا زائد 2 ديرها ناقص 3. حا زائد 2 زائد 3 2 زائد 3 كم؟ 5. حا زائد 5. والثانية حا زائد 2 ناقص 3 حتقعد حا زائد ناقص 1. إشارتين نطرح ونضع إشارة العدد الأكبر. واضح يا سلام؟ أي شباب طبعا خذينا 3 مسائل، سين التربيع ناقص 16 وفي سين التربيع ناقص 32 وحا زائد 3 التربيع ناقص 49. تمام. نحن حلينا من المسائل هذينا وتو نرجعوا مرات. عندي سين التربيع ناقص 16 أقول يا شباب شو قلت لك؟ سين التربيع ناخذ الجذر ولا ناخذ الجذر؟ معناها حنقول سين ناقص 4 وسين زائد 4. ما حدش يتكلم يا شباب، الصوت ما حدش يتكلم باهي. تمام. عندي هذا الثاني سين التربيع ناقص 32 هذا بتاخذ جذر ما يصيرش منها، لازم نطلع عامل مشترك ما بين 2 و 32. كم؟ نطلع 2 ب4 تبقى عندي سين تربيع ناقص 16. تمام. كيف جبناها 16؟ خليناها قلنا لك عامل مشترك ناقص 6 ناقص 32. قلنا لك كيف الطريقة هذه؟ على 2 فيها سين تربيع وعلى 2 فيها 16. هذه داخل القوس وهذه خارج القوس عامل مشترك. كيف تشيل؟ معناها أنا تبقى عندي سين تربيع ناقص 16. هذه طريقة العامل المشترك مش أخذها في المدرسة صح؟ لا خلاص جذر 32. لما تجيب وتطلع العامل المشترك احنا برا 2 نقول لك كيف يجي اطلع العامل المشترك على هاي جذر السين تربيع وجذر 16. جذر السين تربيع كم؟ سين. جذر 16 كم؟ 4. معناها حيبقى عندي سين ناقص 4 وسين زائد 4 وهيك انحلت. تعال المسألة الثالثة حا زائد 3 التربيع ناقص 49. حنقول هذا حا تمام زائد 3 خلي فراغ ودير هنا حا زائد 3 خلي فراغ. ليش؟ أنا عندي هنا حا زائد 3 التربيع وين جاية فوق القوس وأنا عندي علامة زائد ماهيش فرق بين مربعين. هذه شبه مربع كامل حا زائد 3 حا زائد 3. هذا السالب 49 لما أخذنا الجذر تبقى 7. تمام. دير هنا موجب 7 سالب 7. لما نقول لك موجب 3 زائد 7 كم؟ 10. معناها حا زائد 10. الثانية موجب 3 ناقص 7 حتكون حا ناقص 4. وهيك تكون تأمة أمور منية. تمام يا شباب؟ واضحة؟ في مشكلة؟